صورنا لكم المطعم من برا، صار لازم نورجيكم اياه من جوا. تفضلوا بشرفوا. نبتدي هون اول شيء البيك اب اللي بيطلع الاوردرات على الصاله. طبعا هي اسانسيري بيطلع الاوردرات على الصاله. الشيء على الاول طبعا هذا الموزع اللي حكينا عليه، شايفين الاقسام كلياتها، كل قسم له باك اريا خاصه فيه مشان يوزع تطلع الاوردرات على الصاله لفوق. تعالوا معي. ببلش باول قسم المشويات، اكبر مشوى بمصر، 12 متر ما شاء الله. هاي ثاني قسم الفرن. هون بنعمل المناقيش والمعجنات والبيتزا والطواجن. هاي طبعا الفرن الاول. تعالوا اورجيكم الفرن الثاني. هي الفرن الثاني. استغربوا ليش فرنين؟ فرنين لانه عندنا اصناف كثير وعندنا اوسع منيو سوري بمصر. هذا الكلام بيتطلب اصناف كثيره، فلازم يكون عندنا درجات حراره متفاوته. كل فرن له درجه حراره معينه، بيطلع اصناف معينه لتطلع بطريقه مضبوطه و100% صح. حاولوني اكملكم. وهون قسمي المفضل، قسم المدخن واللحوم المدخنه. هي الفران اللي بتسوي اللحم بتقعد فيها فتره طويله وتطلع اللحم بطريقه كثير جوسي وكثير بتعجبكم. هاي قسم الشوايه، الدجاج اللي بلف على المكنه، نكهته ولا احلى من هيك. نزلنا صنف جديد اسمه شوايه مسقسه، جربوها واعطونا رايكم. هون قسم الغربي، زنجر، كريسبي، كل شيء مقالي، برجر، في رايق كثير، فاهيتا، شو بيخطر على بالكم؟ جينا هون على قسم البروستيد، هي مكانات الضغط، تعطي الفرخه ضغط عالي مشان تطلع مستويه. هلا بفوت مرحله الضغط، تنضغط 20 دقيقه وتطلع لك احلى فرخه بروستيد. فوتتنا اليوم على قسم الشاورما مميزه، لانه اليوم اول يوم بننزل شاورما سمك. طبعا ما بدنا ننسى اللحم والدجاج اللي نحن اصلا الحمد لله بفضل رب العالمين مميزين فيهم كثير. طبعا اكيد بين معكم انا وين. قسم البار، قهوه، كوكتيل، موهيتو، ايس كريم، وفل، كريب، اي شيء في بدكم موجود. وصلنا لاخر قسم. في ناس كثير ما بتعرف انه قسم لحوم نيه، اللي حابب ياخذ على البيت لحم يطبخ بالبيت، فنحن عندنا موجود. الله ربي بيسعدكم ويقدرنا انه نكون عم حسن ظنكم.